من آلاف السنين البشر كانوا بيعبدوا كل حاجة حواليهم، الريح والمطر والشمس وأي قوة تتحكم في حياتهم كانت بتبقى إله. لكن في لحظة معينة من التاريخ الفكرة بدأت تتغير، والإنسان ابتدى يفكر من جديد. هو ليه آلهة كتير ومين اللي خلقهم كلهم؟ أكيد في قوة أكبر وواحدة، وهي اللي ورا كل حاجة. أول ناس فكروا بالشكل ده كانوا في المنطقة اللي بنسميها النهاردة الشرق الأوسط. وفي وسط مجتمعات مليانة آلهة ظهر شعب صغير شايف إن الإله واحد بس، قوته فوق كل قوة ومالوش شريك ومحدش زيه. الفكرة دي كانت غريبة وقتها، كانوا بيهاجموهم وبيسخروا منهم، بس رغم كل ده الإيمان ده فضل يزيد وانتقل لجماعات تانية واتكتب في كتب، وبقى أساس لثلاث ديانات النهاردة بيمشوا وراه مليارات من البشر. ازاي الفكرة دي انتشرت، وازاي بقت أقوى فكرة دينية في العصر الحديث، وازاي اتغيرت على مر الزمن، ده اللي هنعرفه خطوة بخطوة في رحلة تطور الديانات. استنونا في اللي جاي.